بعيدا عن المدينة، وهنا في جبل الراقوبة بولاية أم البواقي شيخ هرم يحمل ذئبا يشق طريقه إلى الغابة. هذا الستيني يتردد على هذا المكان منذ 25 عاما، يبحث عن جراء الذئاب يأخذها لتربيتها حتى تكبر ثم يعيد إطلاق سراحها. إنه عمي مسعود المعروف بصديق الذئاب، أشهر من نار على علم في أم البواقي وما جاورها. يقول عمي مسعود إنه لما يتردد على الجبل تأتي إليه الذئاب التي رباها، ترحب به وتلعب معه بل وتصافحه، فيجلس عمي مسعود معها إما وسط الصبار أو بين الأشجار أو داخل المغارة. قصدنا عمي مسعود إلى المكان الذي يقيم فيه، فوجدناه اتخذ من هذا المستودع مسكنا له، نصفه مخصص لبيع أعشاب يقتات منها، والنصف الآخر يقاسمه الذئب أو بوبي كما يحلو لعمي مسعود مناداته، والدجاج وحتى الحرباء. سيدي أنا نشتي الحيوانات الذئاب أكتشف فيهم صغارها كنجيبهم ونربيهم كيكبروا يحكموا أرواحهم، رجعهم للغابة. عندي 25 سنة وأنا نتعامل معهم، كيكبروا مليح نديهم للجبل. حياة عمي مسعود مع الذئاب جعلته يتواصل معها، يضع يده في فمها ولا تعضه، يصافحها ويطعم الجراء الصغيرة الحليب بفمه. والأكثر من ذلك ورغم حالة الفقر فهو يطعمها اللحم. يا ما تاكلش. انا بوبي سيبك اللي بان عندي واحد بيا بوبي تاني. اذا تصل عندي ما درت معك روح غيال. انا شتي صغار هذو انت قريب تروح للجبل. يحرص عمي مسعود على صحة الذئب، حيث يواظب على أخذه للبيطري ولو على حساب جيبه، حيث يتحمل ثمن السيارة المستأجرة وطبعا ثمن البيطري. تشق السيارة طريقها إلى بلدية بئر الشهداء. طبعا الذئب محظوظ فهو يمتطي السيارة، وفور وصولهم يحاصر الفضوليون عمي مسعود بآلات تصوير هواتفهم النقالة، ينتظرون لحظة نزوله فيصبح المشهد وكأن النازل هو نجم عالمي. يتفحص البيطري ذئب عمي مسعود ويضع له حقنة، بل ويستطيع أن يضع هو الآخر يده عند فمه. عمي مسعود هذا ولفنا ديما يجيب لنا الذئبان نداويهم، يربي يروح الجبل يجيبهم صغار ويربيهم حتى يكبروا ويجي نديروا لي فاكسا. واش راح نقول لك، المهم نسويفيلو فيهم كش ما يكون حاجه ولا يعيط لي يجيبهم لي. او الذئب يعني حيوان كما نقولوا مفترس، ويعني يقدر يروضه ويقدر يربيه، وهنا نسويفيو فيه، هنا نديرو في فاكسا تشوف هاي يدي في فمه. فيتأكد الجميع أن بوبي أصبح أليفا أكثر من الكلاب. يدفع عمي مسعود ثمن الفحص ويخرج ليجد عدد الفضوليين قد ازداد. طبعا الأمر يتعلق بصديق حيوان لا يؤمن جانبه. مشروع عمي مسعود وإن لم يعلن عنه صراحة هو تربية عدد كبير من الذئاب ثم يتم إطلاق سراحهم. وهو بذلك يكون مجتمعا يعيش فيه الناس والذئاب في سلام. الذئاب مليح وقالك ما ترباوش، انا نربيهم ما ياكلوا ما والو، الناس يخافوا منهم انا ما خافش منهم، عشان بات في الجبل يجيو عندي شيخو. ضحكة عمي مسعود تبين الفراغ الكبير الموجود بين أسنانه التي أسقطها الدهر، فظل يطالب ويطالب بما بقي له من أسنانه من السلطات المحلية توفير له مسكنا يأويه، لكن بدون جدوى. هذه هي قصة هذا الشيخ الأعزب الذي لو اجتمعت الذئاب التي رباها منذ ربع قرن لكان رئيسا لجمهورية الذئاب. زروق عبود لبرنامج مراسلون.